شوف محلاك هكذا وانت بهذا الطريقة كنت تعال يوميا، ما دام بس خليني افتشك، ما فيش الكاميرا اكيد. ايوه شوف محلاك هكذا، هذا ما عادش كاميرا اللي معاك، قناصة هذا بتخرج عيني. الله يخليك هكذا، خذ راحتك، البيت بيت، تشتي تجلس مكاني تفضل تعال، والله ما عندي مانع انا، ما دام ما تشغلنا بالكاميرا ليش. عموما حيا الله الجميع وارحبوا ومؤتمر صحفي جديد في هذا الصباح الجميل. أي واحد يعني عنده سؤال يا ابن الذين نالش أمان المصور هذا وقد فتشته، يا الله اسألوه يا عدنا بنشوفكم قبل ما يرجع يخزق عيني. تفضل. شكرا. تفاجأ الناس بتسريب كشوفات المنح الدراسية لعدة أعوام، وقد تبين أنه استحوذ على معظمها أبناء المسؤولين. كيف تنظر لهذا التسريب؟ كيف أنظر؟ من عاد أنظر والمصور هذا قد عماني. عموما بالنسبة للمنح والكشوفات وهذه التسريبات، وأنت بتقول إني تفاجأ الناس، أطمنك ولا تفاجئ ولا حاجة، يعني شيء جديد هذا إنه منح يعني تصير لأبناء مسؤولين. وين المفاجأة في الموضوع؟ المفاجأة ربما كانت تكون لو إني راحت لمستحقين، هذا هي اللي بيتفاجئوا الناس، لكن تروح لأبناء المسؤولين طبيعي كذا. يعني شوف المسؤول عندما يجي يعين أقاربه أو يعطيهم المنح أو يوظفهم أو كذا، تزداد الألفة بين المسؤولين ويعني يكونوا جسد واحد ويتافوا برد. فلهذا أي مسؤول أو وزير أو كذا أو لازم يوزع هذا عشان يعني المودة والألفة ويحسوا إنهم عائلة واحدة. هذا هدف رئيسي من هذا المنح والوظائف والكذا. ولهذا ما فيش أي مفاجآت. شوف بالنسبة للفساد في بلادنا، صح قد تجد دول أخرى دولة فيها فساد، لكن في بلادنا الفساد مع دولة. الفساد هو اللي يدير كل شيء، المحسوبية والأقارب وكذا. وبعدين بيني وبينك الذي بينجح ويجي أوائل الجمهورية وتسعينات، إيش معنى هذا؟ معناه أنه متفوق. وهذا والمنح هذا إنك تصير تدرس وتغترب بعيد عن أهلك، هذا هي عقوبة. تخيل تروح ألمانيا ولا بريطانيا ولا كذا، هي عقوبة. ولهذا المفروض يعاقبوا أبو 50 والذي ما نجحوا سوا، هذا يعاقبهم ويصيروا يدرسوهم في الدول هذا وطب وهندسة ولا عقوبة في الأول والأخير. أما واحد أوائل بدتي له منحة يصير يدرس في الآخر فيوصل هنا يكون أوائل. ولهذا مش الزكاة عندنا بيأخذوها العاملين عليها، وهذا المنح والوظائف للمسؤولين عليها. يعني وين الجديد؟ سؤال آخر. شكرا. رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بعد هذه التسريبات يصدر قرار بإلغاء جميع المنح الخاصة بأبناء المسؤولين. ما تعليقك على هذا القرار؟ رشاد العليمي يصدر قرار؟ هي هذا المفاجآت تصدق، هذا هي المفاجآت الحقيقية إن رشاد العليمي بيصدر قراره. أيوة. عموما في موضوع إنه قالوا أصدروا قرار إنه يلغوا المنح للأقارب المسؤولين وكذا، هو انصح مع إنه ما أعتقد شو بس يشتوي يهدوا الناس ويسكتوهم. انصح، فهو طبيعي انه يصدر الان مثل هذا القرار، لانه قد عياله واحفاده قد خلاص كملت المنح حقهم بفضل الله وكرمه، قد كملت حقهم المنح وقد خلاص الان متوظفين. لكن هل بيفكر مثلا انه يصدر قرار بعدم توظيف الأقارب والأنساب والكذا والحاشية والكذا؟ أعتقد ما بيصدرش مثل هذا القرار. أما المنح فالعيال الحمد لله قد كملوا حقهم المنح ودرسوا وكذا وأخذوا حساباتهم بالدولار. وتعرف رشاد العليمي كان من قبل وزير ومسؤول وكذا، بس فقط بعض الشركات ومجموعة من المصانع والكذا والاستثمارات، يعني وضع صعبة. لهذا الله يرزقهم ما بنحسدهم. أما بالنسبة للمسؤولين فأعتقد ما بيصدروش كقرار إنه عدم توظيف الأقارب والأنساب والحواشي والكذا، ماشي. لأنه أصلاً كيف تعرف المسؤول إنه كفاءة؟ إنه تدخل الوزارة وتحس إنه جو عائلي فيها، كل واحد يوظف أقاربه ومسابقة، كل واحد من يوظف الأقارب والأرحام. وقد شفتوا في وزارة العواش اللي شخص واحد مسك القضاء الأعلى كم وظف، كشف واحد سربوه له 96 واحد من أقاربه من الحواشي والكلاوي وهذا الأمور، وظفهم في القضاء وفي العدل والمحاكم وهي وزارة العدل. تخيلوا الوزارات الأخرى اللي ما لهاش أي علاقة بالعدل،
هذا 96 واحد هكذا كان يعبيهم بيصرفهم صرف المحاكم بالحروف الأبجدية، ما لهمش أي علاقة ولا هم لهم خبرة في القضاء ولا في المحاكم ولا في النيابة. يعني مش يقولوا كان القضاء في عياله، هذا خلى عياله في القضاء وأقاربه وقريته. وعموما موضوع التسريبات هذا والمنح والكذا ربما سنفرد لحلقة خاصة بهذا الموضوع، وبيني وبينكم شغله عدو ولا بادئ، يعني موضوع حرب الكشوفات عادي بدأت تشتغل والتسريبات، ولهذا ربما سنفرد حلقة فيها ونناقش كل القضايا والكشوفات والأعواش وغير الأعواش. وخاطركم أعواش من الله لا مطر ولا شيء. يا حي الله الجميع، حلقة جديدة. بس قبل ما نبدأ نشوف الحاضرين معنا. حاضرين يا شباب؟ حاضرين. من عرس حسام الكامل حاضرين يا شباب؟ حاضرين. من المملكة العربية السعودية حاضرين يا شباب؟ حاضرين. من مكة حاضرين. من محافظة مأرب حاضرين يا شباب؟ حاضرين. من مدينة دمت حاضرين يا رئيس القصر. حاضرين من الإذاعة الوطنية التونسية. من مدرسة الثورة مديرية المعافر حاضر يا رئيس القصر. حاضرين يا شباب؟ حاضرين يا رئيس القصر. حاضرين. من مديرية الرضمة حاضرين يا شباب؟ حاضرين. من ملعب المستقبل مشرع مريس الطالع حاضرين يا شباب. من مدارس جيل النهضة حاضر يا شباب؟ من داخل مسايك أم الدنيا حارة مسايك حاضري. من برق الساعة مكة المكرمة حاضرين. حاضرين. من الحضر حاضرين يا شباب. حاضرين يا رئيس القصر من زيئون. حاضرين يا رئيس القصر من إف. من المريخ الكل حاضرين. حاضرين من كوكب الأرض من بعد الغنم لا شغل ولا غلط. من الخرطوم والسودان حاضرين. حاضرين يا رئيس القصر من العاصمة عدن. معهد العلوم حاضرين. حاضرين يا رئيس القصر من المملكة العربية السعودية. حاضر من كوكب الأرض إلى كوكب البطيخ. حاضر الأستاذ محمد من الرياض. حاضر معك يا رئيس القصر من كوكب الأرض. من الحبيب سلمان حاضرين يا شباب. حاضرين من اسطنبول. حاضرين يا شباب. حاضرين. من محافظة تعز جبل صبر حاضرين يا شباب؟ من سلطنة عمان حاضرين يا رئيس القصر. حاضرين يا شباب. ما في أحد إلا حصاني. الجامعة الوطنية حاضرين يا شباب؟ شكرا لكم على تأكيد حضوركم على صفحة البرنامج في الفيسبوك. أهلا وسهلا بالجميع. أيضا نتشرف بكل من اشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وفعلوا زر الجرس، ولكل من علقوا وقالوا رأيهم وعملوا لايك، ولكل من تابعونا أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي. حي الله الجميع. مواضيع هذا الأسبوع كثيرة ومتعددة ومتنوعة، ولكننا في هذه الحلقة آثرنا ألا نتجاوز حدث مهم وعلم من أعلام اليمن وأفول نجم يمني وعربي وقامة عربية كبيرة، وهو رحيل الدكتور عبد العزيز المقالي. خسر اليمن والوسط الثقافي العربي أديبا كبيرا وشاعرا مهما، هو الدكتور عبد العزيز المقالح. ترجل فارس القصيدة اليمنية والعربية على حد سواء، الدكتور والمفكر عبد العزيز المقالح، عن صهوة الحياة. توفي في العاصمة اليمنية صنعاء الأديب اليمني البارز عبد العزيز المقالح. يودع اليمنيون شاعرهم وأديبهم العظيم الدكتور عبد العزيز المقالح. رحل الراحل عبد العزيز المقالح، وقد ترك لليمن إرثا وطنيا وفكريا وعلميا يأخذ اليمنيين إلى مسافات الفخر والاعتزاز. رحيل أديب الثورة المخضرم ورائد القصيدة اليمنية وأحد أبرز الشعراء العرب في العصر الحديث. توفي الأديب والشاعر الكبير الدكتور عبد العزيز المقالح، منارة اليمن وسفيرها الثقافي وعين العالم العربي عليها. رحم الله الشاعر والأديب والمفكر الدكتور عبد العزيز المقالح. بموت هذا الرجل خسرت اليمن
نافذة مشرقة وعين كان العالم ينظر لليمن من خلالها، إلى درجة أن هناك من لا يعرف اليمن إلا من خلال قصائده، وحبوا اليمن وعرفوا تفاصيلها وتمنوا زيارة اليمن من خلال أشعار الدكتور عبد العزيز المقالح. أحببت صنعاء من قصيدتين، واحدة للمرحوم عبد الله البردوني والأخرى لعبد العزيز المقالح. مثل هذه القصيدة تدفعني لحب صنعاء، تدفعني لشوقي لزيارتها، تعرفني بها أكثر من 10 أفلام وثائقية، لأن المشاعر تحكي حكاية المدينة. هذا ما تعمله قصائد الدكتور عبد العزيز المقالح. فكثير من الدول تصرف الملايين والمليارات من أجل تسوق لبلدانها وتروج لبلدانها وتنقل صورة حسنة عن بلدانها، تصرف الملايين. هكذا كانت تقوم به أو يقوم بها الدكتور عبد العزيز المقالح، ولكن بشكل شخصي ليس كدولة، ومن خلال قصائده ومؤلفاته، لأنه قد تعرف الأوطان والبلدان أحيانا بأشخاص. ففي وقتنا الحالي مثلا كريستيانو صار يعرفون الناس البرتغال عن طريقه، وميسي يعرفون ربما حياته وتفاصيله وأنه أكثر ما يعرفوا الأرجنتين، وكذلك نيمار وغيره. صارت أحيانا الأشخاص تسوق لبلدان بأكملها. الدكتور عبد العزيز المقالح كان يقوم بهذه المهمة ويسوق بشكل إيجابي. قد يعرفوك، قد يعرفوا أي واحد من أي بلد، ولكن بشكل سلبي. مثلا عبد الملك الحوثي قد يعرفوا أنه من اليمن، ولكن ما هو الصورة اللي بنقولها عن اليمن؟ بنقول الميليشيات والقتل والاختطافات والبلطجة والمقابر. لكن الدكتور عبد العزيز المقالح كان ينقل صورة حسنة عن اليمن، أنها بلد فيه أدب وفيه فن وفيه إبداع وفيه شعر يلهم العالم كله. المقالح مزيته الكبيرة أنه استطاع أن يبلور تصورا جديدا للشعر. لا يمكن لأي مثقف عربي أن ينكر فضل الشاعر والناقد اليمني الكبير على الشعر العربي والثقافة العربية ككل. يعد الأديب الناقد والشاعر الدكتور عبد العزيز المقالح من أبرز الشعراء الذين تركوا بصمة في الساحة الشعرية العربية واليمنية. عبد العزيز المقالح يعد قامة شعرية فخمة، ويعد قامة إنسانية فخمة. عن شاعر لا نظير له في العالم العربي من حيث حجم ما قدم، أولا على مستوى الإبداع. عبرت شعريته عن حاجات الإنسان وآماله بلغة جديدة متجذرة. من أهم القامات العربية يأتي الكاتب والشاعر والناقد اليمني دكتور عبد العزيز المقالح، الذي لا يمكن لأحد أن يتجاهل إسهاماته الشعرية والنقدية في حياتنا المعاصرة. يعد المقالح أحد رواد الحداثة الشعرية العربية في العصر الحديث. عندما نذكر صنعاء أو اليمن فإننا نذكر الدكتور عبد العزيز المقالح. يعني الدكتور عبد العزيز المقالح أصبح معلما من معالم اليمن، كان علم من أعلام اليمن. يعتبر الدكتور عبد العزيز المقالح تقريبا هو آخر شاعر يمني بهذا الحجم وبهذا الثقل على مستوى الوطن العربي. يعتبر هذا آخر الشعراء اليمنيين من الحجم الكبير ومن الوزن الثقيل، ولهذا يعني هو يعتبر من جيل البردوني، بل هو كان رفيقه وكانوا أصدقاء لمدة 50 سنة وهم رفقاء درب. ولهذا خسارة اليمن لهذا الشاعر، خسرنا مقعد ومكانة مهمة بين الشعر العربي. حاز على وسام الفارسي من الدرجة الأولى في الآداب والفنون من الحكومة الفرنسية عام 2003، وحصل على جائزة اللوتس عام 86، وعلى جائزة الثقافة العربية المقدمة من اليونسكو عام 2002، وحصل على جائزة الشعر من مؤسسة العويس الثقافية عام 2010، وجائزة أمير الشعراء أحمد شوقي عام 2018، كما حاز على وسام الفنون والآداب من صنعاء عام 82. له الكثير من المؤلفات، تجاوزت 30 مؤلف وكتاب، بالإضافة إلى الروايات وكتب في النقد الأدبي وغيرها. كتبه ترجمت إلى عدة لغات، وأيضا صارت تدرس في كثير من الدول.
وأصدر عشرات الدواوين الشعرية والكتب والمؤلفات الأدبية والنقدية تمت ترجمة معظمها إلى لغات عالمية عدة، وأعدت حول تجربته الأدبية عشرات الدراسات والأطروحات العلمية في العديد من الجامعات العربية والأجنبية. تخيل أن يكون معك شخصية بهذا الحجم، أن كتاباته ومؤلفاته تتحول إلى مناهج لدول أخرى يدرسوها، وأيضا طريقة حتى كتابته في الشعر وفي الأدب وأسلوبه يدرس. هذا فعلا اللي هم اسمهم أعلام تفخر بهم أمام الدول وأمام العالم. هذا هم الأعلام، مش زي الأعلاف اللي عندنا الذي في الوقت نفسه بيحذفوا قصائده من المنهج. تخيلوا، اللي يدرس قصائده وكتاباته ومؤلفاته في الوقت ذاته حذفت من المنهج حقنا في اليمن، وحطوا بدلا من أولاق اللي بيزوملوا والكذا ويعبوا، وهذه الملازم حق مدري ايش اللي هدرت عجائز، وقالوا هذا هم الأعلام، هذا الذي لازم تدرس ولازم سيرهم تدرسوها. الدكتور المقالح تجربته كشخص ملهمة للشباب اليمني والعربي ولكل إنسان يبحث أن يكون له بصمة. فكيف كانت ظروف نشأته؟ ولدت وأبي ووالدي في السجن، ثم مرت طفولتي الأولى وهو هارب خارج البلاد. غادر صنعاء إلى حجة في عمر 12 ليكون قريبا من والده الذي سجن بتهمة التعاون مع الثوار بأمر من الإمام أحمد. هكذا كانت ظروف ونشأة الدكتور عبد العزيز المقالح. تخيل أنك تولد وتخرج إلى الحياة وأبوك في السجن، هذا أول ظروفه، أبوك ليس بجوارك مسجون. طبعا هذا أيام الإمامة، يعني الإمامة الأولى كان أبوه في السجن وملاحق، زي كثير من اللي كانوا يختلفوا مع الإمامة أو يعترضوا بشيء بسيط أو كذا، كانوا يدخلوهم السجن أثناء الإمامة الأولى طبعا مش الحالية. ولهذا ظروف الدكتور عبد العزيز المقالح أبوه في السجن، حتى وإن كان يخرج أبوه كان يظل مطارد وملاحق، وطفولة الدكتور كان يجري وراء أبوه من سجن إلى سجن ومن مدينة إلى مدينة. هكذا كانت ظروفه. ولهذا لو نجي نشوف شبابنا اليوم أو كذا ستجد أكثر الذي ما نجح في مجال معين أو ما كملش دراسات يتحجج بالظروف. ولكن لو قارن بوضعه كيف كان الدكتور وحينها، لا مقارنة. أكيد أنه وضعها اليوم أحسن حالا من ظروف الدكتور عبد العزيز المقالح، إلا أن لديه كان الإرادة أنه ينجح ويستمر إلى أن يصل إلى ما وصل إليه. أيضا من الوسائل، هل ظروف اليوم وسائل وأدوات النجاح والإبداع والدراسة والتعلم متوفرة في عهد زي ما اليوم؟ ولم يكن هناك أوراق ولا حبر، ولكن كان هناك الطباشير والفحم، فكنت أملأ أبواب الدكاكين في المنطقة وأبواب الشوارع بالرسم. فشكاني بعضهم إلى المدرسة وعوقبت، وكان لأنه لا توجد أي ورق، ولكن الأبواب هي المكان، وأحيانا جدران البيت عندنا الجدران الداخلية. وكنت أتصور أن مستقبلي هو إما مع الشعر أو مع الفن. هذا هي الأدوات اللي كانت متوفرة له في وقتها، شوية طباشير وفحم وكذا وشوية جدران يكلتب فيها ويشخبط. يعني لا كان في أقلام ولا في حبر ولا في طباعة ولا كمبيوترات ولا أيبادات ولا مدري إيش ولا سكنر ولا كانت كتابة في جدران، واستطاع من خلالها أن ينمي موهبته. ولهذا أي واحد بيتحجج صح بتكون عندك ظروف، ولكن هل ظروفك المادية والأسرية وكأدوات مثل ما كان الدكتور عبد العزيز المقالح؟ بالتأكيد لا. وضعنا أيا كان أفضل مما كان وضعه. فأسرته كانت معتقلة ومسجونة، وهو أيضا بيلاحق من سجن إلى سجن، وأيضا أدواته لم تكن متوفرة ليبدع أو يستمر أو حتى تعليمه. تخيلوا أن تعليمه معظمه استفاد وأخذ من المساجين، إن كان يزور أبوه. وعندما أيضا هو دخل السجن كان يتعلم من المساجين، لأنه وقتها كان وقت الإمام معظم المساجين هم الذي كانوا متعلمين والشعراء والأدباء والمفكرين واللي كانوا يطالبوا بحرية الرأي وبكرامة الناس، يعني كانوا نخب المجتمع. كان تجدهم وقت الإمام في السجون ومن له صوت دخلها زي الإمام اليوم بس مع اختلاف الزمن. لا أنسى أنني اعتقلت في سجن نافع الرهيب، وذلك رسالة كتبتها إلى أستاذي الكبير
المرحوم محمد الوزير، فكنا نكتب له رسائل عن طريق السقا الذي يحمل الماء إلى البيت الذي كان سجنا فيه. فكتبت له رسالة وأذكر فيها أسماء زملائي ولكن بالشفرة، فقلت له إن الأخ 75 يسلم عليك. طبعا هذه 75 فسرت تفسيرات من الخارج ومن كذا، فقعدت قلت اعتقل في السجن بسبب رسالة زي ما قال أرسلها لأستاذ، وزي ما قلنا لكم أنه كان السجن هذا مخصص للمتعلمين والدارسين، وكان أستاذ هذا من بيت الوزير يدرس إيش؟ قال كتاب نهج البلاغة، يعني ما فيش أي خطر. ولكن بالنسبة للإمامة كان أي واحد يتعلم أو يدرس، كان أي متعلم يشوفوا أنه يشكل خطر على حكمهم، ولهذا كان يتعمدوا تجهيل الناس من أجل هذا السبب. أرسل هذا الرسالة للأستاذة وكتب يعني فلان، لأنه كان يعرف المدرس يعرف طلابه، فكان يقول له هذا رقم 75 وهذا 76، ما ذكرش أسمائهم عشان ما يجوا يسحبوهم يدخلوهم ما السجن. فلهذا هم جاءوا شافوا 75 يسلم عليك أستاذ، من هو هذا؟ إذن هذا من الدول الخارجية وهذا رموز وهذا مدري أيش، هذا تبع العضوان شكله. قالوا له وجاء دخلوها السجن وسجن فترة، ثم بعدها خرج من السجن وغادر اليمن. وكثير من القصائد اللي كان يحث على الثورة وضد ظلم الإمامة كانت من خارج البلاد، وأيضا قصائد في حب اليمن، ومن ضمنها قصيدة المشهورة لابد من صنعاء وإن طال السفر، هي للدكتور المقالح. عاد من الخارج أيضا قبل الثورة، التحق بعدها بالثوار، بل أيضا كان من ضمن الفريق المتواجد في إذاعة صنعاء من أجل بث وصياغة بيانات ثورة 26 سبتمبر التاريخية. عاد إلى اليمن ليلتحق بركب المناضلين، واستمر حتى قيام ثورة 26 من سبتمبر عام 62، وكان أحد رموزها، وكان منزله معقلا من معاقل الثورة حسب حديث محمد عبد الله الفسيل، والذي رافقه في البث الإذاعي يوم انطلاق الثورة. الجمهورية اليمنية الخالدة، أيها المواطنون، أيها الأخ اليمني الأبي، ألا ترفع رأسك، فلا ذل ولا استكانة ولا عبودية بعد اليوم. في ليلة 26 من سبتمبر كان الدكتور المقالح متواجد في إذاعة صنعاء. وقتها كانت الإذاعة هي المصدر الوحيد اللي تلقى المعلومات، كان فيش لا صحف ولا تلفزيونات، فكانت الإذاعات هي الوحيدة اللي يسمعوها الناس ويستمعوا منها الأخبار. وكانت وقتها البث عبارة عن 2.5 ساعة، وهم كانوا بحاجة هذا المنبر. ففكروا اقترح الدكتور المقالح هو مدير الإذاعة أنهم يمددوا البث. كان مدير الإذاعة حينها شخص اسمه أحمد المرواني. اتفقوا انهم يمددوا البث، لانه لو غلقوا البث خلاص الناس بيغلقوا الراديو ويرقدوا، وهم محتاجين ان الناس تستمر يجلسوا يسمعوا من اجل اذا وصل لهم بيان الثوار يعلنوا قيام الثوره. فظلوا في احاديث وكذا يطولوا البث وكذا واغاني وطنيه ومدري ايش منتظرين، الى ان اتصل لهم الامام البدر حينها. قالوا حس ان في شيء مش طبيعي، قال ايش معاكم يعني مطولين البث؟ قال له المرواني رد عليه قال والله ما فيش حاجة، بس أنتم مجتمعين وقلنا يمكن في قرارات إحنا من أجل نبثها للناس إذا أصدرتوا قرارات. قال ما فيش قرارات ولا غلقوا، فاضطروا أنه يغلقوا الإذاعة. يعني دكان يتعامل مع أنه دكان، خلاهم يقفلوا، وهم خرجوا حول الإذاعة الدكتور المقالح والمرواني ورفقهم من أجل يكونوا قريبين من الإذاعة، من أجل استغلال هذا المنبر وتوجيه الناس أن في ثورة على الإمامة. وفي اليوم التالي جاء المناضل الفسيل رحمه الله وألقى بيان الثورة وتلا بيان الثورة الأول، ومن حينها أصبحت الإذاعة هي الموجه الأول للشعب وللثوار. وكان الدكتور المقالح أحد الأصوات في هذه الإذاعة الموجهة والمحفزة للثورة والثوار بصوته وأيضا بكلماته وقصائده. سلمت أياديهم بناة الفجر عشاق الكرامة، الباذلين نفوسهم لله في ليل القيامة، وضعوا الرؤوس على الأكف ومزقوا عهد الإمامة، صنعوا ضحى سبتمبر الغالي لنهضتنا علامة. وهكذا المتتبع لسيرة الدكتور المقالح سيجد أنه شاعر للناس،
صوته وقلمه كان لم يكن أبدا لأي سلطة، لا وقت الإمامة ولا وقت بعد الثورة ولا للسلال ولا حتى لعلي صالح ولا حتى اليوم. مع أنه اليوم دخلوا الجماعة تعرفوا رضخوا حتى المشايخ الكبار واللي كانوا يطعفطوا والشعراء اللي كانوا يقولوا وطنيين وصاروا يمجدوا بسيدهم. مع ذلك هو لن تجد له حرف أو شطر واحد يمتدح أي حاكم أو أي زعيم، ولهذا ظل يكتب للناس ومن الناس. مثقفي السلطة أولئك الذين يؤجرون أفكارهم وأكلامهم لسلطة غير وطنية. وكم هم اليوم اللي بيأجروا أصواتهم وأقلامهم وضمائرهم وعقولهم، بس بعضهم ما عادوش يأجر، قدوا بيبيع بيع، بل أحيانا أقلامهم وألسنتهم يطرحوها في المزاد العلني، من يدفع أكثر هم مستعدين. لا سواء كان لسلطات داخلية أو حتى لدول خارجية ما عاد عندهمش مشكلة. ولكن هكذا كانت نظرة الدكتور المقالح، نظرة أنه قد تكون موظف حكومي، هذا شيء طبيعي وحق من حقوقك أو موظف عند السلطة، لكن لا تتحول إلى قلم أو لسان أو عصا ضد الشعب لصالح السلطة. هذا كان رأيه. حتى عندما كان مندوب اليمن في جامعة الدول العربية كان له موقف حينها مشرف. عمل مندوبا لليمن في الجامعة العربية حتى غادرها عام 79 عائدا إلى اليمن نتيجة لرفضه إعلان التأييد لاتفاقية كامب ديفيد. هكذا كان موقفه حينها أنه رافض للتطبيع مع إسرائيل وترك منصبه، ومع أنه كان مندوب اليمن في جامعة الدول العربية ترك منصبه من أجل مبادئ. في الوقت الذي تجد الناس يبيعوا مبادئهم وضمائرهم ومواقفهم عشان منصب أو كذا وظيفة تافهة، لكن هذا التزم بمبادئه وحافظ عليها وترك منصبه وغادر. وأيضا ما عرف عنه أنه كان متواضع جدا، كان بيته مفتوح للناس كل أيام الثورة، كان مفتوح للثوار، وبعد الثورة كان مفتوح للأدباء والشعراء، واللي درسوا عنده كان في جامعة صنعاء من طلاب يعرفوا أنه كان ممكن يوصلوا لعنده بسهولة وبدون تعقيد، كان بسيط ومتواضع ولا يبحث حتى عن ألقاب. نعم. هل تريد أن أناديك الدكتور أم الشاعر؟ عبد العزيز. لا شكرا. نعم. كان يحب ينادوا باسم عبد العزيز وخلاص، مع أنه هذا الرجل اللي قدم وهو الذي ألف وأثر الحياة الفكرية والأدبية العربية، وهو المناضل من قبل الثورة وبعد الثورة، هو أسرته ووالده ومكافح وضحى وتعلم ودرس وشهايد وكذا، بيقول نادوني باسمي عبد العزيز، مع أنه في عينات والله ما عملوا يمكن حسنة في حياتهم، وخربوا بلادهم معهم شوية مسلعين وكذا يتهجموا على الناس ولا محلات والكذا، وتشتيه تسميه على فالهدى وتسميها السيد القائد الرمز المجاهد قدس الله سرته وكذا وابن بنت رسول الله وحفيد مدري بكذا، وكل الألقاب بالدرازن قبل اسمه يسمى، وهو ما عمل والله ما رضاش يدخلهم بين المضر ولا قبل يحرس عماره، وهو يشتي لك كل الأسماء هذا معنى هذا بيقول لك سموني باسمي عبد العزيز حافظ من تواضعه. وأيضا لأنه الألقاب هذا تجي بس إلا للناس اللي هو فارغ فاضي، فهو يضطر يخليهم يحشوا له أسماء عشان يعبي النقص اللي داخله، هذا كل ما في الأمر. وهو الشاعر المتمكن والأديب الكبير مش أي شاعر طبعا. تعرفوا متى أول إصدار له أول ديوان بعد كم من كتابة الشعر؟ أنا بقيت أكتب الشعر 15 عاما حتى أصدرت ديوانا. بعد 15 سنة يكتب الشعر أصدر بعدين ديوان بصفته كشاعر بعد 15 سنة. في بعضهم كتبوا بس 4 زوامل ومدري إيش وتهاني وكذا وسوسن ودخلوهم المنهج ولازم تقرأ سيرة العطرة أو غنوا 2 زوامل وكذا وعملوا لهم رتبة عقيد زوم الركن. لا هذا بعد 15 سنة وكتب القصة، ومش أي شعر يشهدوا له كان أدباء وشعراء الوطن العربي كله. هذا على إيش يدل؟ يدل إن مواقفه وأشعاره ونضاله ونصائحه يدل أن الرجل حكيم، مش فقط كاتب شاعر وروائي، كان يحمل من الحكمة الشيء الكثير، ولهذا كان لا يقدم فقط شعرا، أيضا لم يبخل على الناس حتى بنصحه. هو لا يقتل الشعوب والتعصب، الشعوب تقتلها العنصرية والتعصب،
ممكن الأعداء يغيرون عليك، ممكن، لكن تظل التلاحم موجود ويظل الشعب قادر. يمكن يكون الشعب فقيرا، لكنه هذه حالة الفقر مرحلية وتنتهي، فيعود إلى الرخاء وإلى النعمة. ولكن عندما يصاب بداء التعصب من خلال شبابه، من خلال أحزابه، من خلال تجمعاته، في هذه الحالة يحكم عليه بالفناء. كلام صحيح 100%، ولا يصدر إلا من حكيم. يعني يقول لك قد يحدث نعم صراعات وحروب، دولة خارجية مع دولة أو حتى عدو خارجي، ولكن تنتهي الحرب وكل شعب يرجع يبني نفسه ويطور نفسه ويتعافى. لكن إذا تحولت الصراعات إلى صراعات داخلية داخل الشعب الواحد، وإلى تعصب داخلي سواء باسم الحزب ولا باسم القبيلة والمذهب أو باسم الطائفة أو باسم المنطقة أو بأي اسم، أي عصبية، تأكدوا أن الشعب هذا يكتب على نفسه الفناء، لأنه سيتآكل من الداخل. وهذه أشد وأخطر أنواع الحروب، أن يتفتت الشعب والمجتمع من الداخل. ولهذا أي واحد تجدوه متعصب أو الأكثر عصبية سواء لحزبه أو لمنطقته أو لمذهبه أو رأيه الفكري، تأكدوا أن هذا هو الأكثر جهلا. أما من يتعلم ويفهم ويستوعب ويستفيد من خبرات الناس ويطلع على عند الناس، يكون أكثر مرونة وأكثر تفهم للآخر وأكثر تقبل لآراء الآخرين. وحده الجاهل هو من يتعصب لآراءه وآراء حزبه أو منطقته أو طائفته. ولهذا رحيل مثل هؤلاء الحكماء يعتبر خسارة على أي مجتمع أو على أي شعب، لأن إذا غادروا الناس وراحوا الحكماء وسلم الأمر للسفهاء والجهالة، فاقرأ على الدنيا السلام. ولكن لا يسعنا إلا أن نقول رحم الله الدكتور المقالح. طبعا حتى هو رثى نفسه قبل أن يموت. أنا هالك حتما، فما الداعي إلى تأجيل موتي؟ جسدي يشيخ ومثله لغتي وصوتي، ذهب الذين أحبهم وفقدت أسئلتي ووقتي. أنا سائر وسط القبور أفر من صمتي لصمتي، أبكي فتضحك من بكائي دور العبادة والملاهي، وأمد كفي للسماء تقول رفقا يا إلهي. الخلق كل الخلق من بشر ومن طير ومن شجر تكاثر حزنهم، واليأس يأخذهم صباح مساء من لآه. ختاما، صحيح رحل عن دنيانا الدكتور عبد العزيز المقالح، ولكن من مثل هؤلاء لا يرحلون. ستظل قصائدهم وأشعارهم ومؤلفاتهم وأفكارهم ونصائحهم حاضرة في وجدان الناس لا تموت. الدكتور عبد العزيز المقالح كان نافذة للأمل، وكان باعث للأمل في جيله وفي أجيال من بعده. كيف لا، وهو من قال: سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. رحم الله الدكتور، وتعازينا لأسرته وتعازينا لأنفسنا وللشعب اليمني وللأمة العربية أجمع. وألقاكم على خير. سنظل نحفر في الجدار، سنظل نحفر في الجدار، إما فتحنا ثغرة للنور أو متنا على وجه الجدار. لا يأس تدركه معاولنا ولا ملل انكسار، إن أجدبت سحب الربيع وفات في الصيف القطار. سحب الربيع ربيعنا حبلى بأمطار كثار.